إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. لا يصلح المجتمع إلا بصلاح الفرد، ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث بدأ دعوته وحيدا محاربا من قومه، ولكنه كان مخلص النية لله عز وجل فأيده بنصر من عنده. فاقتدوا بنبيكم وانهجوا نهجه، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. السادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قضايا إريتريا، حيث صوتكم مسموع ورؤية النخب رشيدة. باسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. حياك الله. وفضيلة الشيخ برهان سعيد، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم، الله يجزيكم خير الدعوة. حياك الله. مشاهدينا الكرام، استكمالا لما بدأناه في سلسلة وجعلناكم أمة وسطا، نتكلم اليوم عن إحدى أهم المشكلات التي واجهت المجتمعات وتمكنت منها، والحديث اليوم عن العلمانية. نبدأ حلقتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. نود أن نعرف أو نتعرف على العلمانية بنظرة شمولية وتاريخية منذ نشأتها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. العلمانية هي عقيدة قبل كل شيء، ينبع منها تصورات وتنبع منها تشريعات وتنبع منها قوانين وتنبع منها سلوكيات وإلى غير ذلك. فهي نمط من أنماط الأفكار الوضعية البشرية التي تحاول أن تحل محل ما هو ديني. تريد العلمانية أن تحل محل ما هو ديني، خاصة فيما يتعلق بالشأن الدنيوي. بهذا المفهوم نستطيع أن نقول بأن العلمانية منشأها هي حالة ردة الفعل التي حصلت نتيجة الدين المبدل في أوروبا. نحن نعرف بأن أوروبا دانت لفترة طويلة جدا منذ القرن الثالث تقريبا الميلادي، اعتنقت المسيحية، ثم زاوجت بعد ذلك ما بين المسيحية وما بين القوانين الرومانية، ثم هذه المزاوجة ما بين القوانين الرومانية والديانة المسيحية أدت إلى اختزال مفهوم الدين في الديانة المسيحية إلى البعد الروحي فقط، البعد العقائدي الأخلاقي، وتنحية البعد التشريعي، باعتبار الرومان كان لهم قوانينهم وتشريعاتهم. فأراد الملك أن يستفيد في ذلك الوقت، الملك الذي تبنى اللي هو قسطنطين تبنى فكرة المزاوجة ما بين الملك والدين، فأراد أن يجمع شعوب الإمبراطورية تحت ديانة مسيحية وتحت قانون روماني. جميل. لا نستطيع أن نقول بأن المسيح عليه السلام جاء بديانة روحية فقط، لا، نفس المسيح عليه السلام جاء بالدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فيه عقيدة، فيه أخلاق، فيه قيم، فيه شريعة بلا شك يعني. ولذلك آيات المائدة التي فيها ومن لم يحكم ما أنزل الله ورد فيها الحديث عن ديانات كلها والشرائع كلها تقريبا. لكن تاريخيا حصلت هذه القطيعة ما بين التشريع في المسيحية وما بين الجانب الروحي فيها، ثم كانت ماشية بشكل طبيعي إلى أن وصل حالة من أن الكنيسة ورجال الكنيسة سيطروا على الشأن السياسي والشأن العام، أو دون أن يسيطروا، لكن حصل نوع من التحالف ما بين الكنيسة ورجالها وما بين الملوك المستبدين والإقطاعيين ورجال المال الفاسدين، فنشأ النوع من الثلاثي الفاسد متمثل في كنيسة تمثل عن الدين الفاسد والمبدل، وسياسيين فاسدين، ورجال مال أيضا غير راشدين. وبالتالي هذا الثلاثي نكب الشعوب الأوروبية. ثم دخلوا بعد ذلك في القرن، بدءا من القرن الخامس عشر، بدأت في أوروبا تظهر نهضة علمية. نعم.
وهذه النهضة العلمية تريد حريات، تريد أن تقول كل شيء، تريد أن تقول في الفلك، تريد أن تقول في الطبيعة، تريد أن تقول في عالم الأحياء أقوال. الكنيسة وقفت حجر عثرة أمام هذه الاكتشافات، وبالتالي بدأت الكنيسة تصادم العلم، بدأت الكنيسة تتحالف مع الاستبداد، بدأت الكنيسة تتحالف أيضا مع الفاسدين من رؤوس الأموال والإقطاع، فصار ينظر إلى الدين باعتباره حالة من إيه؟ حالة من العداء للإنسان كإنسان. فنشأت ردة فعل في هذا السياق، لأنه كان يعارض العلوم اللي كانوا يتكلمون عارضوا فيها. العلوم، تحالفوا مع الاستبداد، تحالفوا مع الفساد. نعم. ثم أمامهم هنالك إضاءة، ربما هذه كثير من الذين يؤرخون للعلمانية لا يتكلمون عنها، وهو احتكاك بعض الشعوب الأوروبية بتجربة الأندلس في ذلك الوقت. هنالك احتكاك حصل ما بين المسلمين وما بين النصارى، فبدأ النصارى ينظرون إلى الحالة الدينية عند المسلمين، إنه والله يا أخي المسلم يستطيع أن يعبد الله دون وسيط، بينما يلقى هناك في نفسه إنه والله لا يستطيع أن يتصل بالله إلا عبر إيه؟ عبر القساوسة. يجد هنالك مشكلة إنه والله المسلم يستطيع أن يتعبد الله دون دفع أموال لأي شيخ أو لأي كنيسة أو كذا، يستطيع أن يعبد الله بهذا. لاحظوا الحياة الطبيعية، الحياة السياسية والحياة كذلك الاقتصادية بالنسبة للمسلمين أفضل بكثير من الحالة التي يعيشونها. هذه الجزئية أيضا أثرت على كل بشكل أو آخر في طرح فكرة المفاصلة بين الجانبين. إذا باختصار هي نكبة الاتحاد الثلاثي، أن رجال المال والكنيسة والسلطة هي من أنشأت هذه. هي من أنشأت هذه، لكن خلينا أقول في نقطة مهمة جدا. لما نشأت بداية لم يكن المفكرون الغربيون يطرحون فكرة العداء للدين، دي مهمة. جميل. يعني بعضهم أكاد أقول لك كانوا يمكن نسميهم نحن سلفيين مسيحيين، كانوا يقولون بأن الديانة المسيحية قائمة في أصلها على فكرة الفصل بين الدين والسياسي، فصل بين الدين والسياسة. لماذا؟ عيسى عليه السلام يقول قال ما لله لله وما لقيصر إيه؟ لقيصر. فأنتم يا قساوسة مزجتم الدين وأدخلتوه في السياسة، وأنتم أيها الساسة استخدمتم الدين ووظفتوه ضد إيه؟ نعم. وهكذا. ففي البداية التعريف الحقيقي للعلمانية عند نشأتها هي فصل بين سلطتين. فصل بين السلطتين. فصل بين السلطتين، في السلطة دينية وفي السلطة إيه؟ زمنية يسمونها، اللي هو بحكم أن السلطة الدينية أيضا كان لها دور. نعم. وبالتالي بدل أن يقولوا نحن الآن ليسوا الأوائل، لم يكونوا في صدام مع الدين، سنأتي في التطور. حصل التطور في الصدام مع الدين في مرحلة لاحقة مع الثورة الفرنسية، لكن في البدايات في القرن الخامس عشر والسادس عشر لم يطرح الأمر باعتباره في مشكلة مع الدين، إنما كان مشكلة على الصعيد السياسي، مشكلة بين السلطة الدينية المتدخلة في الشأن إيه؟ في الشأن السياسي. فالعلمانية التي يسميها البعض بالعلمانية الإجرائية هي عبارة عن فصل بين شنو؟ بين سلطتين، فلا تصلح بهذا الشكل أن تطرحها في أي مجتمع ليست فيه سلطة دينية. جميل. بالمعنى الغربي. جميل. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ برهان، هل يمكن أن نقول بأن مفهوم العلمانية يتعارض بشكل واضح ومباشر مع المبادئ الإسلامية أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أني جلست بجوار شيخي وأستاذي دكتور حسن محاورا مفيدا ومستفيدا إن شاء الله، وإن كانت الجعبة قليلة لكن هذا شرف عظيم. بلا شك أن الإسلام فكرته تخالف تماما فكرة العلمانية، أن الإسلام مبدأه مبدأ تحقيق العبودية لله عز وجل، وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى معناها الاستسلام لله تبارك وتعالى في كل نواحي الحياة. ليس هناك فصل بين الدين والدولة ولا بين الدين والسياسة، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى أمره أن يكون عمله وحياته وصلاته وزكاته ومحياه كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. في قوله تبارك وتعالى فيما يتعلق حتى في الجانب السياسي الواضح وهو التمكين، قال الله تعالى بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا التمكين سياسة، والاستخلاف سياسة، وتبديل القوم وتبديل الناس من الخوف إلى الاستقرار سياسة. كل هذه أمور سياسية داخل ارتباط قوي جدا في المجال العبودية، تحقيق العبودية لله والاستسلام، أن تكون أنت خلال 24 ساعة منذ أن تستيقظ إلى أن تنام حياتك كلها وعملك كلها لله تبارك وتعالى. ولذلك أنزل الله عز وجل كتابه وأرسل رسوله من أجل أن يبين لك كيف تعيش في هذه الحياة بأمن واستقرار. فدينك هو الحياة وحياتك هي الدين. فالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج كله تطهير وتزكية لقلبك حتى تكون عبدا لله. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا وجهك كيف تتعامل مع مالك، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنزل في سوق المالي التجاري الاستثمار، ما يسمونه العلماء بالحياة الاقتصادية. ضبطها لك الإسلام، فحرم لك أمورا يضرك وأباح لك أمورا تنفعك. وهكذا أيضا في الجانب الاجتماعي، كيف تتزوج، كيف تبني أسرة، كيف تصل الرحم. في كل ذلك بين لك أنه منهج حياة مرتبط. فلما تسمع مثلا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ثم قال وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تجد أن العدل هو سياسة. العدل السياسي الذين الآن يبعدوننا بقولهم العلمانية هي فصل بين الدين والدولة، لا يريدون أن نقوم بالعدل. ولذلك انتشر الظلم بهذه الفكرة، انتشر الظلم، يفعلون ما يشاءون ويقومون بما يشاءون، ونحوا الإسلام تماما. وأقنعوا، المصيبة أنهم أقنعوا أبناءنا وبناتنا وجامعاتنا التي تدرس العلمانية اليوم وتدافع عنها، واتهموا الإسلام بأنه دين كدين النصارى الذي كان يشرحه شيخنا اليوم. اتهموا الإسلام بهذا، ولذلك أبعدوه عن هذا المنهج. لا، ديننا دين عظيم، ولذلك تريد أن تحكم على ديننا، احكم بالقرون المفضلة، القرن الأول ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث، خير القرون قرني. وهذه القرون الثلاثة التي يعني عاش فيها القوم 300 سنة في حدود، لو أحصينا، لا أنا لم أقف على إحصاء دقيق في البشرية التي عاشت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نستطيع نقول، لكن كانت إمبراطوريات موجودة وكانت الدول موجودة وتحكم، وحكم الإسلام أيضا في 3 قرون. وهذا الإسلام احكم عليه وادرسه، كيف كان الناس يخرجون من النصرانية ويدخلون ويعتنقون الإسلام حبا فيه لأنهم رأوا فيه العدل. وهذا الإسلام ليس ضعيفا حتى في الجانب العسكري. بعض الناس يكتب في الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، ولا يكتب الجانب العسكري. حتى في الجانب العسكري الإسلام ضبط أمور العسكرية، وأن منهج العسكري والجهاد في سبيل الله هو من أجل رفع كلمة الله. لذلك لا يجوز لنا أن نقتل صغيرا ولا امرأة، ولا يجوز لنا أن نحرق بيتا، ولا أن نقتل قسيسا ولا سوعا، ونحاول أن نؤمن الجميع وبالعدل والإحسان. فانظر كيف ربط الله عز وجل السياسة التي هي قمة العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا خطاب لأولياء الأمور. مع الأسف كثير من أولياء الأمور لا يعملون بهذه الآية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان حكيما بصيرا، سميعا بصيرا. الشاهد أن الإسلام جاء بكافة نواحي الحياة من أجل أن يرقى بالبشرية، ليس بالمسلم فقط وليس بالمؤمن فقط، بل حتى النصراني واليهودي وكل فئات المجتمع يكفل له الإسلام أن يعيش آمنا مستقرا. جميل. إذا فصل الدين عن الدولة تحت مسمى العلمانية من منظور إسلامي ينفي العدل جدا، بل هو كفر، حكمه كفر والعياذ بالله. العلمانية كفر وهي معاداة لدين الإسلام. جميل، أحسن الله إليكم. دكتور حسن، لماذا نفصل الدين عن الدولة؟ ما هو الهدف الرئيسي من المنظور العلماني؟ طبعا هم أنا ذكرت البدايات أن عانى هؤلاء الغربيون من الدين المبدل،
كانت مشكلتهم يعني. الإشكال أن هؤلاء الذين يريدون أن ينقلوا الآن العلمانية في بلاد الإسلام ضمن سياق تاريخي مختلف تماما، وضمن ديانة أيضا مختلفة كما تفضل الشيخ. يعني الغرب على الأقل في ديانته ربما ما انتهت إليه النصرانية يمكن أن يتقبل فكرة العلمانية، باعتبار أنه والله يجعل الدين مساحاته هي مساحات الكنيسة ومساحات الأبعاد الروحية الشخصية ولا يتدخل في الشأن العام. فربما كانت هنالك مناسبة بالنسبة لهم أن يعيشوا هذه الحالة، لكن عندما تريد أن تنقل هذه التجربة التاريخية بحجة أنهم الآن ينقلونها بحجة أنه والله الدولة يجب أن تكون محايدة، والدولة يجب أن تراعي أوضاع الأقليات، والدولة كذا، يحاولوا أن يوجدوا لك من المبررات ما يجعلونك تابعا للفكرة. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح بشكل حقيقي، وهذه حقيقة طرحت في عدد من الدراسات، فكرة الفصل التي تحدثت عنها ما في طبقها حيثما كانت وجود سلطة دينية وسلطة سياسية. لا توجد في بلاد الإسلام سلطة اسمها سلطة شنو؟ سلطة دينية بالمعنى الذي يتكلمون عنه. نعم. وبالتالي بالمعنى الإجرائي المسألة غير واردة. طيب ما الذي حدث؟ حدث أن العلمانية تطورت لما جاءت في سياقاتنا نحن، بدأت تتطور ليكون ليس فصلا بين سلطتين، ولكنه فصل كما تفضل الشيخ، فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن التشريع اللي هو الأبعاد الدستورية، فصل الدين عن السياقات الحياتية الكبرى. فإذا ذهبنا إلى سياقات مختلفة عن البعد الإجرائي الذي كانوا يتكلمون عنه. هل معنى من هذا أن الدين سلبت منه السلطة؟ أيوة. فأنت إذا كان والله اعتبرنا فكرة وجود سلطتين أردت أن تفك الاشتباك بينهم ما موجودة في ديارنا، ماذا يفعلون؟ صاروا يتكلمون الآن عن فصل الدين عن السياسة. إيش المقصود بهذا؟ إنه والله في العمل السياسي في إطار الدولة يجب أن لا تدخل الشعائر الدينية. لاحظ هنا طبعا الإشكال وين؟ إنه والله أنت لا يحق لك أن تنشئ حزب إسلامي، لا يحق لك أن ترفع شعارات دينية، لا يرفع، ده في السياسة. لاحظ هنا في الحياة السياسية. في أوروبا طبعا في نمط الآن الدين مفصول في مستوى معين لكن مسموح في السياسة، بمعنى يمكن أن تباشر أن تنشئ حزب باسم الحزب المسيحي، تنشئ حزب اسم الحزب إيه؟ حزب. لما يدخل هذا الحزب إلى البرلمان تنشأ عنده حاجة اسمها العلمانية التشريعية. يقول لك أنت الآن ما تدخل بالحزب ده إلى ساحة البرلمان لتطالب بأحكام دينية. ففصلوا مستوى الثالث، مستوى فصل السلطتين، ثم فصل السلطة السياسية، فصل الدين عن السياسة، ثم فصل الدين عن الشريعة، عن التشريع. فصار البرلمان لما تدخل إلى البرلمان يقول لك هنا عندنا فصل. إيش الفصل؟ والله داخل قبة البرلمان لا دين. ما الذي يحل محل الدين؟ يقول لك يحل محل الدين قانون الأكثرية والأقلية، إن والله ما يراه هؤلاء الحضور من برلمان ممثلين عن الشعب هو الذي يكون قانونا للناس. لاحظت؟ فهم على كل أرادوا أن يدخلونا في إشكالية كبيرة جدا بالنسبة لنا متناقضة تماما، لأنه لا يمكن للمسلم أن يكون والله مسلم في المسجد وغير مسلم في البرلمان. نعم. مسلم في المسجد وغير مسلم في الاقتصاد. نعم. مسلم في المسجد وغير مسلم في الشأن الاجتماعي. نعم. مسلم في المسجد وغير مسلم في الجامعات. هذه لا يمكن أن نتصورها. نعم. لكن الغرب أرادوا بهذا قضوا على الإسلام. أكيد هي هذه الإشكال. هذا قضوا على الإسلام. قضوا على الإسلام في كل هذه الساحات، بحيث في نهاية المطاف هذا الدين الذي يقول فيه المسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الدين الذي لافتته هذه قالوا لك لا، دين ساحته المسجد، لا يعمل مقتصر على هذه الساحة. أيوة. وبالتالي ما الذي حصل الآن في ساحتنا الإسلامية؟ الذي حصل أنك اصطدمت مع الدين الذي يدين بهم المجتمع، ويصعب جدا فصله. أردت أن تفصله، تفك الاشتباك الذي لا يمكن أن يحصل. في أوروبا فكوا الاشتباك، لأنه في حاجة اسمها سلطة دينية. قال أنت أبعدك سلطة دينية، مكانك الكنيسة، أنتوا يا سياسيين مكانكم البرلمان. فكان في واقع فصلوه. ثم تطوروا بعد ذلك زي ما ذكرت، أحلوا على الأقل، بدأوا يجيبون عن سؤال التشريع، فنظروا لفكرة الطبيعة والقوانين الطبيعية، ثم نظروا بعد ذلك إلى أن والله العقل يحل محل الشرع، ثم نظروا بعد ذلك إلى أن العقول تتفاوت، عقلي وعقلك ليسوا سواء، العقول المكتسبة على وجه التحديد، والعقول إذا كانت تحسن في بعض القضايا لا تستطيع أن تحسن في قضايا الخير والشر، فالناس يتفاوتون في ذلك. ذهبوا إلى فكرة الأكثرية والأقلية، لأنه لقوا إشكالية كبيرة جدا. ثم قالوا لا والله لا بد العلوم أن تحل محل الشريعة أو محل الأديان.
فقالوا والله العلوم ساحتها القضايا الطبيعية والأشياء وليست قضايا الخير والشر. يعني المختبر لا يحل لي إنه هذه خيرة ولا شريرة، المختبر لا يحل ذلك. إذا وقعوا في إشكالات كبيرة إلى أن وصلوا اليوم تقريبا في السياق العلماني إلى تحكم الأقلية في الأكثرية. يعني فترة من فترات عانينا من قضية الأكثريات، فصار عندهم الآن مشكلة فيما يعرف الآن بالليبرالية والحداثة الجديدة، بحيث صار الأقلية الآن مثل المثليين مثلا، وهم أقلية في الغرب، لكنهم على مستوى الأصوات وعلى مستوى الضجيج وعلى مستوى التأثير صارت الأقلية اليوم رافعة سيفها على رقاب الأكثرية. فعلى كل ما طرحت له العلمانية لمعالجته صعب جدا أن يطرح عندنا، لأنه لا مبرر بالنسبة لنا، لا في سياقنا التاريخي يوجد هذا الموضوع، ولا في سياقنا الديني ككتاب أيضا يوجد في هذا الموضوع، ولا في الثقافة الإسلامية أيضا يوجد هذا النوع من الفصل. فحتى لو قلنا أن المسلم يمكن أن يعصي الله سبحانه ويقع في المعصية، لكنه لا يمكن أن يقول والله ما فعلته هو حلال أو هو منهج حياة لا يمكن. هو يقول أنا مقصر، ديني يأمرني بالكمال، لكن أنا مش قاعد. فهي هنا تأتي الإشكالية. جميل أحسن الله إليكم. شيخ برهان، أتت العلمانية بعد ما جاء الناس بأمور يصطدمون بها مع الدين كعدو لهم، فهل كان الدين عدوا للبشرية؟ أبدا، كما ذكرت في كلمتي، حتى الديانات إن صح التعبير السماوية التي جاءت ثم حرفت بعد ذلك، إنما هي كانت يعني نزلت من عند الله عز وجل هدى ونور، ولو اتبعوها وعملوا بها لأدى بهم إلى الدخول في الإسلام والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما نجد أن الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحكم به في 3 قرون الأولى التي قلنا أنها خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وكذلك حتى في الخلافات الإسلامية التي أتت بعد هذه القرون، فضل في الدولة الأموية والدولة والخلافة العباسية ودول في كلها لو قرأت التاريخ تجد أن الإسلام كان منصفا عادلا، وكان أيضا يعني خير للبشرية، بدليل ما ذكره التاريخ في كثير من هذه الحروب التي قامت والفتوحات التي سارت للإسلام. وجدوا أن كثير من النصارى دخلوا في الإسلام أفواجا وبأعداد هائلة جدا بعد أن حكمهم الإسلام ورأوا عدله وإنصافه. فأخبرني أي دين هذا الذي يجعل جيش متكامل يعود بخطاب ورقة صغيرة قدمت للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أو الخليفة الخامس كما يسمونه العلماء، عمر بن عبد العزيز، يأمر فيه جيشا في إحدى المعارك بأن كان على الجيش أن يخرج أو كان عليه أن يلتزم ببعض تعاليم الإسلام، فخالف فأمره أن يخرج، فخرج الجيش كله طاعة لهذا الخليفة. كل ذلك هذه تحقيق لمعاني الإسلام. فلما رأى الناس هذه العدالة وهذا الإنصاف كان هذا الدين رحمة للبشرية. وما أنزل الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن ولا أمر بهذه الشريعة إلا لتسعد البشرية. وهو القائل سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم أيا كانوا من أي جنسيات، فلا يمكن أن يأتي بشيء يخالف هذا، فهو تكريم. ولكن الإسلام لأنه دين حق ودين خير، ابتلاء جعل الله عز وجل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فابتلي هذا الدين أو هؤلاء المسلمين بهؤلاء المجرمين، وشيخهم الشيطان ويعلمهم الضلال ويرشدهم إلى الضلال من أجل حتى لا يقوم لدين الله تبارك وتعالى، وحتى لا يقوم الناس يعبدوا الله تبارك وتعالى. لذلك يأتي الشيطان يوم القيامة ويخطب خطوته المشهورة. فهذا الدين جاء رحمة لجميع البشرية وليس للمسلمين فحسب. ومن قرأ التاريخ واستقرأ التاريخ كاملا فإنه يؤكد هذا المعنى التي ذكرت لك، والله أعلم. ممكن الشيخ حسن يضيف أيضا. جميل. إذن لا يمكن أن نقول أن الدين كان عدوا للبشرية في يوم من الأيام أبدا إطلاقا. طيب دكتور حسن، بخصوص المسائل الدينية مقابل المسائل الاجتماعية، هل هنالك علمانية شاملة وعلمانية جزئية؟
طبعا الذين حاولوا أن يتكلموا في قضية العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة نظروا في التطبيقات ولم ينظروا في أصل الفلسفة. أصل الفلسفة يمكن أن تبدأ إجرائية وتنتهي بنا إلى الكلية، تنتهي بنا إلى اللادينية تماما يعني، ويمكن هذا موجود على كل كما انتهت إليه الحالة بتاعت العلمانية الفرنسية التي يسمونها باللائكية، وهي نمط من أنماط العلمانية يحل محل كل شيء في الحياة، لدرجة أن الدولة تتحكم في عقائد الناس، في تصوراتهم، في ملابسهم، في كذا، وكما هو معروف يعني العلمانية الفرنسية على خلاف على كل بقية العلمانيات. فالعلمانية التي حاول مثل عبد الوهاب المسيري، ربما هو الذي أطلق فكرة العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، أراد أن يقول بأن العلمانية في بعدها الإجرائي، قضية الفصل بين السلطتين، هذه جزئية لم تحاول أو لم تتدخل العلمانية لتكون بديلا عن الدين في كل شيء. لكن اليوم عمليا وصلت العلمانية إلى مستوى أن تكون بديلا عن الدين في كل نواحي الحياة. فمن ذهب إلى هذا المنحى إنه والله نحن يجب أن تتدخل أو يتدخل الصورة العلمانية في كل الحياة، فأنت أمام جملة من النظريات التي يصعب معها الحديث عن جزئي وكلي. مثلا عندما يتكلم مثلا داروين عن أصل الخليقة، هذه نظرية علمية، ويتكلم عن حالة علمية، بمعنى يريد أن يقول لك والله أصل الإنسان كان كذا كذا كذا، وامتدادات إلى القرد ثم إلى الجرثومة ثم إلى نطفة معينة، فيفسر لك الخلق، بينما الدين يفسر الخلق من زاوية إيه؟ زاوية مختلفة. يأتي أيضا فرويد مثلا ليقول بأن الإنسان هو عبارة عن حيوان جنسي، فيفسر كل الحياة من منظور الجنس، حتى رضعة الطفل من أمه يفسرها تفسيرا إيه؟ تفسيرا جنسيا. هذا التفسير الجنسي للإنسان وشخصيته يناقض تماما التفسير الذي يقدمه الإسلام للإنسان ككائن إيه؟ ككائن مكلف. نأتي إلى النظرية الماركسية مثلا، التي ترى أن والله يا أخي الحياة كلها عبارة عن صراع طبقات بين الفقراء والأغنياء. القرآن يقول لك لا، الأمور ليست هكذا. نحن عندنا قانون الابتلاء الذي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، وبالتالي الصورة التي تقدمها العلمانية في سياقاتها الكلية، سواء كان في السياق العلمي أو في السياق الاقتصادي أو في السياق السياسي كحالة الليبرالية أو في السياق الديمقراطي أو في السياق الاجتماعي العادي ما يعرف بالمنظور الفردي للعلمانية، كلها تقريبا لا تنسجم مع الفكرة التي نتكلم عنها، وهي فكرة الدين الشامل. وبالتالي من يريد أن يقول بأن والله في علمانية جزئية، ربما يقصد بذلك تلك العلمانية الأولى التي تبناها الأوائل في القرن السادس عشر، في أن والله لم ينحوا الدين عن كل الحياة، ولكن فكوا الاشتباك بين إيه؟ بين السلطتين، السلطة الدينية والسلطة الزمنية. فصار عبد الوهاب المسيري يطلق على هذا الاشتباك، فك الاشتباك هذا بالعلمانية الجزئية، وعلى العلمانية التي تتدخل في كل القضايا كالعلمانية الفرنسية مثلا التي تتدخل حتى في الخصوصيات، سماها بالعلمانية الشاملة، ويسميها غيره باللادينية. فأنت أمام من علمانية إجرائية سميها جزئية أو غيرها، لكن هو نفسه عبد الوهاب المسيري يقول بأن هذه العلمانية الجزئية متى ما بدأت فيها ستنتقل معك بالتدريج إلى العلمانية إيه؟ العلمانية الكلية، فلست أنت أصلا حر في هذا، يعني تلقائيا جروك من العلمانية الجزئية إلى العلمانية إيه؟ الكلية، يعني يجروك من علمانية فصل السلطتين إلى العلمانية السياسية إلى العلمانية التشريعية إلى العلمانية الحياتية، هكذا أنت ستتدرج في خطوات على كل شيطانية والعياذ بالله. جميل. نعم. تكلم الشيخ برهان قبل قليل عن تعامل الحضارة الإسلامية مع قضايا فصل الدين عن الدولة، لعلنا نستعرض نماذج تاريخية من هذا. طبعا نحن بالنسبة للعلمانية بالمنظور الفلسفي هذا لا يوجد في تاريخ الإسلام ما يمكن أن نسميه بالعلمانية، يعني العلمانية هي عبارة عن وليدة الفكر الغربي، لكن اللي يحصل في الحالة الإسلامية هو تراجع فاعلية الدين وحاكمية الدين في مستويات معينة. هذا حصل، يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يرفع يعني من هذه الأمة الحكم وآخر ما يرفع من أحكامها الصلاة مثلا، فتجد أنه والله نظام الشورى يتحول، نظام الإسلام السياسي يتحول من نظام الشورى إلى نظام الملك، حصل تراجع. لكن الأمة في كل تاريخها بكل علمائها يكاد يكون هذا إجماع، لا أحد منهم يجعل هذه الحالة التي تراجعت فيها الأمة هي الأصل،
يقول لك والله الأصل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. هنا الميزة، يعني ال الانحدار موجود، التراجع موجود، اللي هو تقلص دور الدين في الشأن العام، في الشأن السياسي تحديدا، تقلص دور الدين في قضايا الأسرة الحاكمة، انه ما يكون ان يعني الاسر الحاكمه لا تخضع كثيرا للاحكام التشريعيه التي يخضع لها عموم الناس، لكن هذا لا ينفي الأصل. لا ينفي ان والله نفس الذي يضيق الدائره نفسه مقر بان الدين يجب ان يتدخل في قصره، يجب ان يتدخل في ماليته، يجب ان يتدخل في سلوكياته. يعني ما تسمع عنه مثلا من فساد القصور مثلا، لا احد من الملوك يستطيع ان يعلن امام الناس انه والله ما يفعله حلال ابدا. هو يفعله هو على سبيل أنه والله هو عاصي، هو فاسق، هو فاجر، هو كذا، والعالم في الخارج يتكلم عن ذلك، أن هذا الذي يجري هو فسوق وظلم وكذا. لاحظت؟ نعم. فالفرق بين ما حصل في الحالة الإسلامية، وجود كتاب يعبر عن الحالة المثالية، كتاب أنزلناه إليك ليدبر، هذا الكتاب لا يتغير. نعم. أحكام النبي صلى الله عليه وسلم لا تتغير. ما الذي يتغير؟ مدى قدرتنا نحن في تنزيل وتطبيق ما جاء في هذا الكتاب في كل شؤوننا. هذا حصل فيه صحيح تراجع، حصل فيه في بعض المحطات نوع من الانتكاس، إلى أن سقطت الخلافة في آخر جميل. العصر. فالتراجع في هذا لا ينفي أصل المسألة. لا ينفي أصل المسألة، ولا يؤصل لها، لا يؤصل لفكرة العلمان. يعني لم يطرح في تاريخ الإسلام فصل الدين عن الدولة مثلا. جميل. هذا لم يحصل في تاريخنا كله، لأنه لو طرح ذلك، يعني مجرد ما طرح من علي عبد الرزاق في الأزهر لما بدأت العلمانية تغزو مصر، طرح كتاب اسمه الخلافة أو الإسلام والحكم، كفره العلماء في ذلك الوقت باعتبار أنه والله هذه لا شيء لا يعرفه علماء الأزهر، فرد عليه شيخ الأزهر، ورد عليه مفتي الديار المصرية، ورد عليه عدد من علماء الإفتاء في العالم العربي، واعتبروا هذا الكتاب شاذ، بأنه والله أن تقول بأنه والله الإسلام دين فقط وليس له علاقة بالدولة، هذا لا يعرفه الإسلام كتصور ودين. نعم. ولا تعرفه التجربة الإسلامية كممارسة عملية. جميل، شاكر لكم في هذا إضافة فضيلة الشيخ؟ لا أبدا، وفقط أنا أؤكد أن الإسلام منهج حياة، أعطى للمرأة حقها، وأعطى للرجل حقه، وأعطى للطفل أيضا، بل حتى للرقيق العبد. لا تجد حقيقة دين احترم حتى الرق كنظام، يعني يحفظ له حقه. أطعموهم ومما طعمتم واسقوهم مما سقيتم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. لا تجد حقيقة مثل الإسلام في إيطاع كل ذي حق حقه. فإذا الإسلام نؤكد أنه منهج حياة متكامل يصلح لكل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، ولا يقاس كما قال شيخنا الشيخ حسن سلمان على ما هو عليه الآن من بعض الحكام أو ما هو عليه من بعض، وإنما القياس دائما على الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الميزان. فمتى كان الحاكم والمحكوم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان كذلك. لكن العجيب الغريب أنك تجد من إخواننا من يقتنع بالعلمانية ومن يرمي الدين فقط في المسجد، أقصد من المسلمين، وأنت تتعجب كيف اقتنع هذا بهذه الفكرة، وهو يعني هل لجهله لأنه لم يقرأ تاريخ أو لأنه يظن الظنون والعياذ بالله في هذا الكتاب العظيم. فهذا هو الذي حقيقة يحزن القلب، أن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل ميادين الحياة. ما تجد القرآن أبدا ما فرطنا فيه في الكتاب من شيء، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السلوكي، في الجانب الروحي الإيماني، في الجانب العسكري، حتى في الجانب العسكري الجهادي، في كل جوانب الحياة الإسلام أتى منهج. ولذلك الحمد لله كتبت الكتب وسطرت الميادين، بل إن الإسلام هو الأصل. الآن الحضارة الأوروبية، أنا زرت مجموعة من دول أوروبا ووجدت أن عندهم شيء من العدل، فكنت أستغرب بيني وبين نفسي من أين لهم هذا العدل؟ من الذي أرشدهم إلى ذلك؟ ما كنت أعتقد، أقول يا أخي هذا لا يمكن أن يأتي هكذا من عقول البشر أبدا. فأخبروني بعض علماء المالكية وبعض
أن كثيرا من القوانين التي سطرت أخذوها من فقه الإمام المالكي في المدونة. أخذوها نابليون لما دخل مصر. نعم. لما دخل مصر أخذ القانون المدونة بتاعت المالكية فيما يتعلق بالإجراءات المدنية والقانون التجاري، واعتمد في فرنسا وجاء بعد ذلك يعمم على. شايف؟ نعم. فحتى الإنسانية التي يدعونها هناك الآن هي أصولها من الإسلام، والعدالة التي يعني يتكلمون عنها وكذا هي أصولها من الإسلام، ولكن أخذوا ما يوافق هواهم وما يريدونه وتركوا ما يخالف لأنهم. نعم. لكن إحنا كمسلمين منضبطين بهذا الدين، لا نسكر لا نفجر، وإن وقع الإنسان في الفجور وكذا فهو على نفسه فيتوب ويستغفر، لكن يجعل الإسلام هو هذا، لا، ليس بهذا. نحن أمة مأمورين أن نعبد الله سبحانه وتعالى في حياتنا، في تعاملنا، حتى في لبسنا، حتى في أشكالنا. تدخل الإسلام ليهذبنا وليس ليضبط حريتنا أبدا أبدا. إن هذه كل يوم الجمعة يقرأ علينا الإمام في صلاة الفجر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا منهج حياة، إما أنك تطيع الله وتكون عبدا لله، أو تكون عبدا لهواك، أو تكون عبدا لشهواتك، أو تكون عبدا لأمورك. فإذا الإسلام جاء ليرفع شأننا. ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا يكون حرج، إنما هذا الإسلام جاء من أجل أن يرفعك، من أجل أن يسمو بك فيرفع روحك ويرفع أيضا جسدك. نعم. جميل. طيب بالمقابل، هل العلمانية بشكلها الحالي تأثير واضح على الفرد كالتعليم مثلا أو الحقوق والمواطنة وما إلى ذلك؟ العلمانية حقيقة لو أعطي الإسلام مجالا للنشر لم يكن لها أي تأثير على البشرية، ولكن هذه العلمانية ينشرونها بقوة السلطان، ويصححني الشيخ حسن، ينشرونها ويحمونها بقوة السلطان. جميل. نعم. ولذلك لماذا هم اليوم تجاوزوا حتى العلمانية وأنشأوا ما يسمونه بمنظمة سيداو، تمام، وأجبروا بعض الحكومات وبعض المنظمات أن تعمل بهذا من أجل أن فعلا يرسخوا مفهوم العلمانية حتى يحاربوا دين الله عز وجل، فيخرجوا الإنسان من روح العبودية لله إلى روح شهواته ورغباته، ويجعلونه أيضا يعني يرمونه بعيدا عن ما ينفعه. لذلك يضلون الشباب بالشهوات حتى لا يرفع الشاب يعني راية الجهاد في سبيل الله وراية الدفاع عن هذا الدين، حتى لا ينخرط في هذه الأمور، هم يأتون بهذا. فالعلمانية هذه فكر، العلمانية قد وضحه العلماء والمشايخ وكتبوا فيه وتكلموا، لكن الإشكال كما قلت لك لأنه حمي بقوة السلطان، ولذلك انتشر مع الأسف في كثير من جامعات الإسلامية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية مع الأسف الشديد. جميل. فهي ليست قناعات داخلية إنما مصلحة ظاهرة. لا أبدا. جميل. لا شك. دكتور حسن، مدى تقبل المجتمعات التقليدية لفكرة العلمانية؟ مجتمعاتنا المسلمة بطبيعتها يعني تدين بالإسلام وتتلقى أحكام الله سبحانه وتعالى في كل حياتها اليومية. إشكاليتها أنها لما تأتي زي كما تفضل الشيخ إلى النظام السياسي أو تأتي على أبواب الحكومات تصطدم هنا مع النخبة المتغربة. جميل. النخبة التي لا تنتسب إلى هذا المجتمع ولا تواليه ولا تتعرف على هويته ولا على أحكام دينه، ولكنها تتصور بأن النجاح وأن التقدم والتطور مرتبط بأن نكون نحن أذيال وأتباع للمنظومة الغربية. فأنت أمام نخبة متغربة، نخبة تريد أن تفرض النموذج الغربي على مجتمع غير علماني. ما هي المشكلة؟ أنت إذا أردت أن تطرح العلمانية، أطرح المجتمع العلماني أولا قبل أن تطرح الدولة العلمانية. إذا كانت الدولة هي انعكاس للمجتمع، أيوه، خلي أول المجتمع يبقى علماني بعدين أنت تطور الفكرة. لكن للأسف الشديد نتيجة أن التيار العلماني يدرك تماما بأن العلمانية في بلادنا لا تنتشر ولا يتقبلها المجتمع، وإذا ذهبوا إلى صناديق الانتخابات تأتي بمن ينادي بالإسلام لا من ينادي بالعلمانية، صار التيار العلماني للأسف الشديد هو حامي
حمى العلمانية عن طريق العسكر، وحاميها عن طريق قوى الاحتلال، وحاميها عن طريق الخارج، ولكنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال شعوبنا الإسلامي في كل الاختيارات الحرة فإنما دائما تنحاز للإسلام. لماذا تنحاز للإسلام؟ لأن هذا هو الوضع الطبيعي. عندما يسأل المسلم هل تريد الإسلام أم تريد غير الإسلام، ماذا سيقول؟ يقول أنا مع الإسلام، مش كده؟ يعني حتى لو افترضنا انه والله هو يرى في تطبيقات خاطئه، لكن يقول والله المشكله في المطبق وليس في ديني الذي انا اؤمن به. حصل؟ فنحن مع اني انا اقول بان الاسلام لو عرف حتى الغربيون لو عرفوا بان في الاسلام في قضايا الحقوق الماليه وقضايا الحقوق الاجتماعيه وقضايا الحقوق السياسيه وبنيه المجتمع وتراتبيته وفق احكام الشريعه لما كان هنالك حوجة إلى غير الإسلام. والإسلام سيحتاجه الناس كما ذكرت عندما يطرح على الأقل كآليات، وخصوصا سبحان الله منظومة الحقوق. لو أدرك الناس منظومة الحقوق وكيف تعمل في داخل المجتمعات، وكيف أن الإسلام كرس فكرة تمكين المجتمع وجعلها سابقة على تكوين الدولة وعلى تكوين السلطة، لأدركوا أن والله ما يعاني منه الغرب من إشكالات كبيرة جدا تجاوزت فكرة فصل الدين عن الدولة اليوم لتحصل حالة من الهيمنة الرأسمالية وهيمنة الشركات الكبرى على إرادة الناس واختيارهم. فأنت لا تتكلم اليوم عن اختيارات حرة في الغرب بقدر ما تتكلم عن رأسمال يعمل في الإعلام يوجه الناس نحو وجهات معينة، ثم تجد 5% 2% يتحكمون في مشهد الدولة. هذه كلها الشريعة لا تقبلها. لماذا لا تقبلها؟ لأن الشريعة تقول لك والله في الاقتصاد عندي قانون لا علاقة له بالأكثرية والأقلية. الله يقول لك الله هو الحاكم. طيب الله. تجيك في الاجتماع يقول لك والله عندي منظومة لها علاقة بالمحرمية والنسبية والمصاهرة والمزاوجة والعلاقات القبلية والعلاقات الأسرية، هذه المنظومة لا تمس، لأن التركيبة الاجتماعية في أصول النظام الاجتماعي ليس متروكة للحاكم ولا متروكة لأكثرية وأقلية، وبالتالي ستجد نفسك في إشكالات كبيرة من بنية النظام الأولي. يعني أنت الآن نتكلم الأسرة بالنسبة لنا مقدسة، يعني قوانين الأسرة ما قابلة لأنه والله أنت تحاول أن تتدخل فيها، لا تتدخل في الزواج ولا في الطلاق ولا في المتعة ولا في وحقوق الزوج، هذه كلها يقول لك الشارع أنا رتبتها. يا طيب إيش حيعمل البرلمان؟ البرلمان ما عنده علاقة في هذه الجزئية. لماذا؟ وبالتالي لا يكون هنالك سباق بين أكثرية وأقلية، بين معارضة وحكومة نحو البرلمان الذي يشرع. نحن بالنسبة لنا هذا ما موجود. عندنا مساحات واسعة جدا محسومة، قضايا الحلال وقضايا الحرام وقضايا المستحبات وقضايا الحريات وقضايا الواجبات وقضايا الحرمات، هذه كلها محسومة. يا سلام. وبالتالي ستجد أنك أمام حالة والله ضيقت مساحات الهوى، ضيقت مساحات أن يتلاعب رجل المال الفاسد بماله، يتلاعب السياسي الفاسد بموقعه، يتلاعب مثلا رجل الفكر أو المثقف الفاسد بآرائه الفكر. لا، هذه المساحات كلها تقريبا غير. وبالتالي الإسلام عندما يطرح في شعوبنا مقبول، والعلمانية عندما تطرح في شعوبنا مرفوضة. السبب بسيط جدا، لأن المسلم يجد في دينه ما يشبعه وما يكفيه، وبالتالي ليس بحاجة إلى أن يستورد العلمانية لتكون بديلا له في التشريع أو السياسة أو الاقتصاد أو غير ذلك. أكمل فقط جزئية بسيطة. الإسلام لم ينسى الحيوان، حتى الحيوان أعطاه حقه كاملا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة النار في هرة، فلا هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. واستمع لجمل يبكي فاشتكى هذا الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين صاحبه؟ فقال: إن جملك يشتكيك بأنك لا تطعمه ولا تسقيه وأنك تضربه. فكذلك أيضا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة رأى طائرا يبحث عن أبنائه، قال: من فجع هذه الحمرة بفقيدها؟ فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ردوا إليها أبنائها أو يعني صغارها. فانظر، من هنا يتبين لك حتى الحيوان له حق. ما يتشدقون به اليوم من أن العلمانية أو الغرب يعني يعطون حقوق الحيوان وأن يمارسونهم، هذا أساسا موجود في ديننا ولله الحمد. إذن دين يحفظ حق، بل حتى حق النبات وحق الكون، لن يضيع حقه، لن يضيع في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في أي مجال من المجالات،
أنت منهي أن تفسد، يجب أن تكون أنت تبني ولا تفسد. هذا هو دين الإسلام. يأتوننا بالعلمانية الفاجرة الكافرة التي تضر بنا حقيقة ونريد أن نعتقد، أو يأتي من هناك يريد أن يقنعنا بها، فهذا حقيقة هو الضلال. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ برهان سعيد، وأحسن الله إليك دكتور حسن سلمان. الشكر موصول لكم أنتم متابعين ومشاهدين الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة باسمكم جميعا. أكرر شكري وتقديري لفضيلة الشيخ برهان سعيد، شاكرين لكم. بارك الله فيكم. وأيضا فضيلة الدكتور حسن سلمان، شاكرين لكم. نشكركم أيضا ونشكر قناة سلام وجميع القائمين عليها. حياكم الله. جزاك الله خير شيخنا. إذن ختاما، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. إلى حلقات أخرى في نفس الموعد من كل أسبوع، متابعينا الأفاضل دمتم بود. إن شاء الله. الله إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.